دلوقتي جه الوقت اللي نوقف فيه حجم المعلومات دي ونترجمها ونحولها لخطة ملموسة على أرض الواقع من غير تشتيت ومن غير خوف ومن غير مماطلة. وانت لو بادئ معايا الرحلة من أولها ووصلت لحد هنا، فاحنا النهاردة في نهاية البداية علشان تبدأ بخطة واضحة ومدروسة تحقق منها أهدافك العقارية في الفترة الجاية. لأن احنا دلوقتي تقريبا بنحط النقطة الأولى في بداية رحلتك، وده لأن المعرفة من غير خطة بتساوي صفر، والنية من غير فعل بتبقى مجرد وهم. وانا هنا مش علشان اقول لك اتحمس وخلاص، انا هنا علشان اقول لك ازاي تبدأ بوعي ويكون عندنا خطة خطوة بخطوة تساعدنا نحقق اهدافنا. فخليني اقول لك ان الفيديو ده اهم من كل اللي فات، ولكن لو ما شفتش اللي فات انت محتاج تبدأ وترجع تشوفهم بالترتيب علشان تقدر تحقق اهدافك العقارية. واول مرحلة لازم نبدأ بيها خطتنا هي مرحلة التهيئة النفسية والعقلية، لان اول واهم خطوة في تحقيق اي نجاح في اي استثمار مش بس العقارات هي انك تشتغل على نفسك. واول حاجة تواجه الخوف اللي بيجيلك اما تفكر ان انت هتاخد خطوة ناحية الاستثمار العقاري. وانا عايزك تسأل نفسك بصدق الاسئلة اللي انا هقولها لك دلوقتي. اول حاجة، ايه اللي مخليني مأجل دخولي السوق الفترة اللي فاتت؟ وهل انا خايف اخسر ولا خايف ابدا وافشل، ولا انا تقريبا مستني الفرصه المميزه اللي في الغالب ما بتجيش؟ كل واحد فينا جواه قلق، لكن اللي بيكسب في الاستثمار العقاري هو اللي بيعرف يبدا حتى ولو قلقان. انا مش بقولك ان هنا النجاح مضمون، ولكن بقولك ان في الغالب انت هتندم على القرارات والفرص اللي انت ما خدتهاش اكتر بكتير من ندمك على الحاجات اللي انت عملتها. فابدأ وحط خطتك في التنفيذ. وعايزك بعد كده تحدد نيتك بوضوح، لان النية هي البوصلة اللي بتساعدك تبدأ في الاستثمار العقاري. هل انا نيتي اعمل مصدر دخل اضافي، ولا نيتي اعمل خطة للتقاعد والمعاش، ولا خطتي ابني حاجة امان لولادي، ولا بفكر على كبير وعايز اغير مستقبلي المالي؟ كل نية حقيقية وصادقة بيجي لها الطريق المناسب، بس احنا نحددها في الاول. وبعد كده على طول بندخل في تحديد البوصلة بتاعة الاستثمار اصلا، ودي اهم خطوة. دي اللي بتساعدني احدد انا رايح فين وليه انا رايح المكان ده. واول نقطة هنا هي انك تحدد هدفك الاستثماري. عايز دخل شهري ولا مكسب رأس مالي، ولا عايز اعمل دمج بين الاتنين واعمل خطة لكل مرحلة؟ ازاي اكون واضح مع نفسي في الخطوات اللي انا باخدها اما بحدد الهدف الاستثماري بتاعي من البدايه؟ لما احدد الهدف بدخل على طول في تحديد الميزانيه. انا معايا كام واقدر اوفر كام، واقدر احط كام بعد قد ايه، وهل اقدر التزم باقساط شهريه ولا لا؟ وبعدها على طول ببدا احط نمط الاستثمار المناسب ليا. هل انا مناسب استثمر في عقار سكني ولا تجاري؟ هل هقدر اشتري استلام فوري ولا تحت الانشاء؟ وانا عايزك هنا تشتري وتتعاقد بناء على راحتك النفسية وحجم فهمك للي انت داخل عليه، مش بسبب اندفاع الناس ناحية حاجة معينة. بعد ما بتخلص المرحلة دي بندخل على مرحلة بعدها فيها تفاصيل اكتر، وفي الغالب بتاخد منك حوالي شهر. عايزك تكتبها كلها علشان تبقى مرجع ليك اما تيجي تاخد الخطوة وتبدأ في استثمارك العقاري. وأول حاجة هي فهم السوق اللي أنا داخل عليه وتحديد الاتجاه. وأنا عايزك هنا تراجع كل الملاحظات اللي أنت كتبتها أثناء الكورس علشان تبدأ تطبقها وتحطها في التنفيذ. بعد كده هتتابع مواقع العقارات المعروفة اللي بينزل عليها إعلانات علشان تقدر تكون تصور عن الأسعار الحقيقية للسوق، وسجل متوسط الاسعار للسوق اللي انت بتدور عليه في نوع العقار المناسب اللي احنا حددناه مع بعض. وبعد كده عايزك تكلم 2 أو 3 أو حتى 4 من المسوقين والمستشارين العقاريين علشان تسألهم الأسئلة اللي بتدور في بالك. وعايزك تبدأ تلاحظ مين اللي فاهم ومين اللي بيبيع لك وخلاص، علشان ده اللي هيساعدك تحدد مين اللي هتكمل معاه مشوارك وانت بتشتري وبتستثمر وبتبيع وبتأجر العقارات بتاعتك في المستقبل كلها ان شاء الله. ويفضل ليك في الوقت ده ان انت اسمع عن منطقتين انت بتفكر فيهم علشان تقدر تقارن بينهم هما الاتنين، وسجل كل مميزاتهم وكل عيوبهم من وجهة نظرك علشان تقدر تفلتر ما بينهم او تختار ما بينهم وتوصل لمنطقة واحدة
حاسس او شايف انها مناسبة بناء على رحلة البحث اللي احنا عملناها مع بعض. ونيجي للمرحلة اللي بعد كده، وهي الخروج من مرحلة متابعة الشاشات للنزول لأرض الواقع. لأن زي ما احنا عارفين إن في الغالب مفيش عقار بنشتريه من غير التليفون، فلازم هنعمل شوية مجهود علشان نجمع تفاصيل أكتر تساعدنا على القرار بتاعنا. وأنا عايزك تنزل لوحدك أو انزل مع مستشار عقاري المنطقة اللي انت قررت تشتري فيها، لأن ده هيساعدك تكون وجهة نظر عن المنطقة من ارض الواقع. لانك اما بتنزل وتشوف الناس في الشارع وتسال او تستفسر عن حاجه، او حتى تشوف المشاريع الجديده والطروحات الجديده، ده ممكن يشجعك او يمكن يخليك تغير اتجاهك لمكان تاني. وبعد ما تنزل المنطقه بنبدا نشوف مشروع او اتنين او تلاته، ننزل للمطورين ونبدا نسمع منهم ونسالهم كل الاسئله اللي موجوده عندنا، ونعرف تفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحه والمقدم والاقساط، وايه يناسب الميزانيه بتاعتي وايه لا. لان لما تجمع كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها دي عن مشروع او اتنين، بتقدر ان انت تقيمه بشكل مظبوط وتاخد القرار المناسب ليك. لان ده بعد كده هياخدنا للمرحلة اللي فيها الاختيار. وقبل ما ندخل على الجزء الجاي، خليني اقول لك لو انت مقيم خارج مصر تقدر تعمل ده من خلال زوم ميتنج او من خلال مستشار عقاري انت بتثق فيه. تقدر تشتري بالكامل وتخلص كل اجراءاتك وانت موجود في الخارج، والدولة بتساعد على ده كويس جدا ضمن مبادرة تصدير العقار اللي موجودة دلوقتي. نسبة كبيرة من عملائنا بتشتري وبتتعاقد وهي في الخارج، وبتقدر تعمل الخطوات دي وهي موجودة بره مصر. ونيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، وهي مرحلة اتخاذ القرار. ارجع للمستشار العقاري اللي انت بتتعامل معاه وشفت ان هو فاهم، ونزلت معاه واخدنا، وهبدأ اقارن بين مشروع واتنين، او هبدأ ادخل في تفاصيل المشروع اللي انا استقريت عليه. واول ما بستقر على قراري بدخل على مرحلة العقود، وبراجع العقد مع محامي متخصص في العقارات. واول ما بعرف ان العقود تمام، او بناقش البنود اللي هي مش عجباني او مش مناسبة ليا، بدخل على مرحلة دراسة العائد او الجدوى، وبأكد عليها تاني. انا عملتها في الاول، ولكن هنا بأكد للمرة الاخيرة قبل ما باخد قرار التعاقد. طبعا الخطوات دي ما بنمشيهاش 100% في الغالب زي بعض، ممكن حاجة تسبق حاجة او حاجة تحصل مختلفة بناء على استثمارك او بناء على افكارك. ولكن في الغالب لما بتمشي الخطوات بالشكل ده بتقدر تحدد وتحقق اهدافك بكل سهولة في المستقبل ان شاء الله. في نهاية كلامي عايز اقول لك ان احنا مشينا مع بعض الرحلة دي علشان خاطر نوصل للنقطة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. اللحظة دي كفيلة ان انت تاخد فيها القرار اللي يغير مستقبلك بالكامل. لان في الغالب لو فضلت تقول انا هبدأ اما اكون جاهز، هبدأ لما الفرصة المناسبة تيجي، هبدأ لما كذا يحصل او كذا يحصل، هتكتشف ان انت بتلف في نفس الدايرة بقالك كتير. عايز اقول لك ابدأ حتى لو كنت هتبدأ بداية صغيرة، ابدأ حتى لو مش جاهز بنسبة 100%، ابدأ حتى لو مش واثق في خطواتك هتتعدل وهتتعلم في الطريق. ابدأ، لأن الاستمرار هو اللي بيحسن من خطواتنا وقدرتنا على الاستثمار. وفي النهاية أنا كنت سعيد جدا إن أنا معاكم في الرحلة دي، وبشكركم جدا. وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع أكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو إن يشوفوا أكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين إن هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده أكبر استفادة، بنصحك إنك تشوف الفيديوهات من الأول وبالترتيب، لأن كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك
بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.